من أسوأ الرموز اللي كانت وقعت، كان في حد دايمًا يشوف نَفْسه إن بيمشي على إيده ورجله، بيقول لي دايمًا باتشبّه بالحيوان، وبابقى سريعة أوي، واطلع سلالم وانزل سلالم، فبيقول لي بيتكرر معايا. طيب ما دام زي ده، قالوا له إيه بقى، ده أنت هتتمكن من الدنيا، هتتمكن من الدنيا وهتبقى، قالوا له نبّيش، حاجة زي كده على ما أتذكر الجملة، يعني هتاخد اللي ليك واللي عليك، مين يعني اللي قالوا له، حد فسّر حد من له؟ المفسرين آه. فطبعًا كان كل الكلام إن هو شخصيته هتبقى سيئة جدًا وهيستحل الحلال والحرام، العاطل مع الباطل بياخدوا إيد ورجل، فقُلت له: "رؤية دي بتتكرر معاك؟" قال لي: "آه." فأنا قُلت له: "استعيذ." قال لي: "أنا مش وِحِش، يعني حضرتك شايفة إن أنا هابقى في يوم من الأيام كده مع النفس أمّارة بالسوء يا دكتور؟" إمم. قُلت له: "لأ أنت مش كده، استعيذ." شافه تاني، استعيذ، تالت، أنا شايفة إن المنام يعني إصابة، شايفة هتحصل المنام له إصابة. آه. إصابة، وللأسف حصل، بس أنا ما فسّرتهاش، أنا كل اللي كنت باقول له عليه خُد بالك من نَفْسك، استعيذ من الحلم، طلّع صدقة، اكثر من الاستغفار، لو ليك بتسوق بلاش، حاولت إن أدّي له تحذيرات بس الرؤية اتكرّرت، هو قدر، قدر، إمم. قدر، إمم. قدر واقع فيه، فبعدها يمكن بسَنة كلّمني وقال لي: "يا دكتورة إن هو إيه، عمل حادث وحصل له فعلًا شلل." فقُلت له: "إيه رأيك؟" بس شوفي بقى لازم أطبطب عليه، طبعًا إمم. كان منهار، قُلت له: "إيه رأيك والّا تبقى نبّاش وحرامي وسارق وتبقى عند ربنا في النار والّا الوضع بتاعك ده؟" بُصّي أنا أنت هاعيط كده لإن ده ربنا يعني خلّاك قريب منه أكتر. هو بكى. فعلًا. بكى، والله يعني بجملة كده قالها لي آجي لِك أبوس إيدِك ورجلِك، أنتِ خلّيتيني من حتّة لحتّة تانية، قُلت له: "يعني اللي فسّروا لك وقالوا لك أنت هتبقى كذا، عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، إن هم قالوا لك إن أنت هتبقى وِحِش وحرامي وسارق وفيك كل العيوب وكل الحاجات اللي مش كويسة، أنا أقول لك اشكرهم، لإنّهم هم كبّروا لك الموضوع أوي إنّك أنت هيبقى عليك غضب كبير أوي من عند ربنا، خير، شوف أنت دلوقتي لمّا وقعت في كده، لأ ده أنا أهون ما أكون كذا، أمّا أكون مذنب، أمّا أكون آخرتي النار. أنت دلوقتي هتعمل إيه؟ قال لي: "هاشكر ربنا وهاصلّي." قُلت له: "هو ده طلوعك بس. وصعودك خلّيك بقى اللي أنت فيه دوّة كده خلّيك مع القرآن الكريم والاستغفار بتاع ربنا، وإنّك أنت تحمد ربنا إن أنت ما وقعتش في الشر التاني اللي هو الذنب العظيم اللي كنت هتبقى فيه لا قدّر الله." حاجة قاسية أوي فعلًا. إمم، إمم، حاجة قاسية إمم. جدًا.